بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معادنا مع الفيديو التاني في سلسلة البيزك كونفيجريشن. الفيديو اللي فات احنا شرحنا ازاي نعمل باسورد على الكونسول ونعمل باسورد على الانيبل، وقلنا الكلام ده بنعمله علشان مش اي حد معدي يحط كابل الكونسول في السويتش بتاعنا يروح موصل وداخل على السويتش، وحطينا باسورد على الانيبل عشان مش اي حد يخش على الكونفيجريشن بتاع السويتش ويبدأ يكونفيجر. طب افرض دلوقتي انا راجل عندي، تعال بس نختار السويتش بتاعنا، هنختار السويتش بتاعنا ونختار السيمبل بتاعنا سويتش. انا هعمل فيديو ان شاء الله عن البينت لاب وازاي نسطب البينت لاب عندنا مع الفي ام وول ورك ستيشن، وازاي نربطه خليه مثلا 8 بورت، وازاي نربطه باللوكال نتورك بتاعتنا. انا عندي سويتش اهو. طيب، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا حطينا كابل الكونسول، وحطينا باسورد على الكونسول، حطينا باسورد على الانيبل. طب افرض دلوقتي انا راجل في الشركه، كذا واحد، يعني في فريش واحد لسه متخرج من الكليه، وانا راجل مثلا سينيور بقالي 5 سنين، وفي تيم ليد بقاله 8 سنين. هل هديهم كلهم نفس الصلاحيات؟ يعني ايه كلهم نفس الصلاحيات؟ هل الجونيور، هد بس هنا كده، هل الجونيور او الفريش زي الجونيور زي التيم ليد؟ اكيد لا. بمعنى ايه مش زي بعض؟ بمعنى ان انا برضو الفريش ده مش هديله باسورد الكونسول وباسورد الانيبل واقول له روح على السويتش، هيبهدلني. هو مش فاهم، هو غصب عنه هيوقع لي النتورك كلها، هنتشلوح كلنا، وفي الاخر هيقول لك ايه؟ ام جاست فريش. هو مش هو حقه. ففي الحاله دي احنا ما بنعملش باسورد على الكونسول، لا، احنا بنعمل يوزر نيم وباسورد، وبنعمل يوزر نيم وباسورد ببريفليج معينه. ايه بريفليج دي؟ بريفليج دي يعني صلاحيات. بص، سيسكو مديالك 16 ليفل اوف بريفليج من 0 ل 15، يبقى كده من 0 ل 15 ده كده 16 ليفل. بص، ليفل 15 ده اعلى واحد، ده النتورك ادمن، ده الروت بنسميه، ده الروت، ده اعلى واحد في النتورك يقدر يعمل كل حاجه. بريفليج واحد ده الديفولت. ده دلوقتي لو انا جيت مثلا كريت يوزر، تعال بس خش على الكونفيجر. لو كريت يوزر من غير ما اديله بريفليج، باي ديفولت هياخد بريفليج واحد. من 2 ل 14 كلهم نفس الصلاحيات سواسيه باي ديفولت. افهم، باي ديفولت انا اللي ببدا اكستمايز. انت ليفل 5 تشوف ايه، انت ليفل 10 تشوف ايه، انت ليفل 12 تشوف ايه. تمام. انا كده ما عملتش اي كونفيجريشن على السويتش ده، دخلت كابل الكونسول من غير اي باسورد من غير اي حاجه، السويتش ده لسه جديد. تعال كده نشوف البريفليج بتاعنا. نطلع بس من الكونفيج مود، هنقول له شو بريفليج. قال لك انت 15، ده اعلى واحد. طب هل منطقي ان انا يكون عندي فريش اديله برضه صلاحيات 15، يخش يعمل كونفيجر تيرمينال مثلا، يروح مكاري فيلان او يروح ماسح فيلان، يروح حاطط اي بي، يروح شايل اي بي؟ مش منطقي، صح؟ تعال بقى نكريت يوزر نيم وباسورد. هنكريت يوزرز ببريفليج مختلفه على السويتش. اول حاجه الكوماند بيقول لك ايه؟ يوزر نيم، معلش، يوزر نيم مثلا علي. انا مش هحط بريفليج، وهقول لك لو ما حطيتش بريفليج باي ديفولت هيبقى كام؟ سيكريت 1 2 3 كده، يوزر نيم علي والباسورد بتاعه 1 2 3. طيب تعال نكريت يوزر تاني، يوزر نيم مثلا احمد، وهنديله المره دي بريفليج 10، سيكريت 1 2 3. يعني عندي مهندس اسمه احمد، البريفليج بتاعته هتبقى 10، الباسورد بتاعه 1 2 3. وعندي تاني يوزر نيم مجدي، ده الراجل ده النتورك ادمن بتاعنا، هديله اعلى بريفليج، بريفليج 15، سيكريت 1 2 3. انا مثبت بس الباسورد ايه عشان التسهيل مش اكتر، بس هو في الطبيعي ما بنعملش كده. طيب بص، انا كريت يوزر نيم وباسورد والبريفليج بتاعته. تعال اكزت كده، اكزت تاني، انتر عشان اخش. الله، ده دخلني. ما هو طبيعي هيدخلك. ليه؟ هو انت فهمت السويتش اليوزر نيم والباسورد دول انت هتستخدمهم في ايه؟ انت كتبت له يوزر نيم وباسورد، يعني انا جيت هنا قلت له بص يا عم، انت عندك يوزر نيم اسمه احمد، واحد اسمه مجدي، واحد اسمه علي، ده بريفليج 10، ده بريفليج 15، ده ايوه، دول هستخدمهم فين؟
احنا عايزين نستخدمهم على الكونسول بتاعنا، فهقول له لاين كونسول 0. بص بقى يا سيدي، في الفيديو اللي فات انا كنت بكتب هنا باسورد مثلا 1 2 3، وبعد كده اروح كاتب ايه؟ لوجن وشكرا. لا، النهارده مش هكتب كده. النهارده هعمل لوجن لوكال. طب ايه الفرق ما بين لوجن وما بين لوجن لوكال؟ لما باجي اقول له لوجن لوكال، يعني بقول له بص يا عم السويتش، شفت اليوزر نيم والباسورد دول اللي انا كريتهم، اليوزرز دول كلهم اطلبهم من اليوزر لما يجي يخش على كابل الكونسول بتاعك. فانا بقول له اللوجن لوكال، يعني هات من الداتابيز اللوكال اللي عندك اليوزر نيم والباسورد اللي انت مسجلهم، اللي انا لسه مديهم لك دلوقتي. فده الفرق ما بين اللوجن واللوجن لوكال. اللوجن انا بديله هنا باسورد، يعني بكتب الباسورد وادوس انتر واكتب له لوجن، يعني بقول له هات لوجن بالباسورد ده. انا مش هعمل كده، انا كاتب فوق اليوزر نيم والباسورد، فبقول له لوجن لوكال، هاتهم من الداتابيز اللي انا مكريتها عندك، اليوزرز اللي انا اديتها لك. طيب اكزit بقى كده، يلا نشوف. اكزit تاني. خليك فاكر ان احنا كريتنا علي ما حطيناش البريفليج بتاعته. هنا طلب، شوف طلب يوزر نيم على طول، لان انا فهمته استخدم الكلام ده لما اجي لوجن عندك كونسول. فهقول له علي 1 2 3. شوف دخلك على ايه؟ دخلك على اقل حاجه. تعال بقى نشوف البريفليج اللي خدها علي وانا ما كتبتلوش بريفليج. شو بريفليج كده؟ قال لك الكرنت بريفليج كام؟ ده بريفليج واحد. طب يا عم الواحد انت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل دول بس. اه دول بس، ما تقدرش تعمل حاجه. يعتبر ما تقدرش تعمل حاجه. تقدر تعمل اس اس اتش، تقدر تبنج، تقدر تتلنت. طيب بص بقى الحركه دي، انا داخل بعلي ها، لو كتبت له انيبل، الله ده دخل لي على الانيبل. تعال كده نشوف البريفليج، بقت 15. شوف شوف، هنا كان واحد، كتبت انيبل بقى 15. عشان كده قلت لك انت لازم يكون في انيبل باسورد، لان باي ديفولت اي حد مع الانيبل باسورد اوتوماتيك لما يدخله على السويتش ويخش على الانيبل مود، هو كده خلاص اتعمل له بروموشن واترقى بقى ليفل 15. عشان كده احنا لازم نعمل يوزر، لازم نعمل باسورد للانيبل. مش اي حد يخش يكتب لي انيبل كان ليفل واحد بقى ليفل 15 على طول. طيب تعال نعمل ايه؟ تعال نطلع ونخش بمجدي. مجدي كان ليفل 15، 1 2 3. طيب كونفتي، تعال نعمل انيبل باسورد، انيبل سيكريت، هنخليها 4 5 6. تمام. اكزit بقى كده، وتعال نخش بعلي تاني. علي 1 2 3، دخلك هنا. تعال يا عم علي استعبط راح كاتب انيبل، قال له لا تعالى اكتب لي باسورد حبيبي، اكتب لي باسورد يا بابا. واي حد معدي كده يقول لي انيبل كان ليفل واحد بقى ليفل 15. طيب ده بالنسبه لعلي، ده بالنسبه لعلي. طيب تعال نشوف بالنسبه لاحمد. احمد كان ليفل 10. تعالى كده انيبل 4 5 6. تمام نكزت من هنا، هنخش باحمد 1 2 3. احمد كان ليفل كام؟ تعال نشوف احمد كان ليفل كام. كان ليفل 10. خلاص احنا ليفل واحد ده ما بيعملش حاجه، تعالى ليفل 10. بريفليج 10 هو باي ديفولت دخله على الانيبل مود على طول. بس احمد هنا صلاحياته محدوده برضه. اثبت لك يا عم احمد، انا عايز اعمل فيلان كونفتي. قال له ايه ده؟ مفيش حاجه اسمها كونفيجر تيرمينال. انت البريفليج قال لك انفاليد انبوت ديتكت، فيما معناه بيرميشن دينايد. انت مالكش صلاحيه تخش تعمل لي كونفيجريشن. الله، طب انا ليا صلاحيه اعمل ايه؟ تعال اقول لك انت ليك صلاحيه تعمل ايه. انت ليك اخرك تتلت، تي اس اس اتش، تشو. طب اشو ايه؟ اشو ايه؟ هتشو ايه؟ تعال كده نشوف هيشو ايه. شو، تعال كده نشوف هيقدر يشو ايه. ايه ده؟ شو باك اب، شو كلوك. طب يقدر يشوف الكونفيجريشن؟
اللي عندي. يعني لو جينا كده وقلنا له شو راننج مثلا، شو رن، ما يقدرش يشوف الشو رن. مش من حقه. طيب، ده ليفل 10. اخرك تتلت، اخرك تي اس اس اتش، اخرك حاجات صغيره خالص. طب افرض انا مثلا دلوقتي عاوز اديله صلاحيه انه يشوف الكونفيجريشن، او مش عايزه يتلنت. ليه مش عاوزه يتلنت؟ ما ممكن يطلع ناصح، ممكن يعمل تلنت معاه يوزر نيم وباسورد بتاع سويتش بعيد، فيقدر يتلنت على الاي بي اللي هو عايزه ايا كان. مثلا ايا كان، كده كده ما فيش حاجه واصله عندي يعني. ويعمل كده انتر. قال له ايه ده؟ invalid detect. اه، تلنت مثلا 192 168 1 1. هيتراي. بص، هو هيتراي فعلا. يعني لو انا عندي اي بي ده فاليد ان انا اكونكت عليه او ان انا اوصل له، هيخش تلنت عليه. ما هو ممكن مش لازم يوقع لك الكونفجريشن بتاعتك، او مش لازم عشان يوقع السويتش بتاعك يوقع السويتش ده، او يوقع النتورك من السويتش ده. ممكن يوقعه من سويتش واصل هنا، اوقعه خالص مش مهم. ده اكسس مثلا، وانا عندي هنا ديستريبيوشن مثلا. نكونكت هنا ونقول سويتش، تعالى كده نخليهم اتنين سويتشين مثلا. وهنا اهو سيلكت، نديهم مثلا يبقوا 8 بورت. انا هشرح الكلام ده والله قدام. تمام، واصلين كده. ده واصل بده وده واصل بيهم. مش لازم عشان اوقع النتورك بتاعتك ان انا اوقع ده، لا، انا ممكن اوقع ده، ممكن اوقع ده. هتلنت من هنا لهنا او لهنا، وقعتك. طب انا مش عاوز الكلام ده. انا مش عاوزه يتلنت على حاجه ويخش. هقول لك انا نعمل ايه. هقول لك نعمل ايه، بس ان شاء الله في الفيديو الجاي.